عقود لا زالت مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف صحراويون في ظل ظروف غير إنسانية داخل الخيام أو بيوت طينية، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية للضرورات الأساسية. فبالرغم من كون البلد المضيف يروج لخطاب اللاجئين الصحراويين دوليا، فإن دولة الجزائر لا زالت ترفض الإقرار لساكنة مخيمات تندوف بصفة لاجئ وإعمال الحقوق المترتبة على ذلك، وفاء بالتزاماتها المترتبة عن تصديقها على الاتفاقية الخاص بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، ليبقى الأمر متعلقا بلاجئين بدون بطاقة لاجئ بدون إحصاء يسكنون داخل مخيمات ذات طابع عسكري، خلافا لاتفاقية جنيف للاجئين والتي تنص على ضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيمات. كما تتولى قيادة جبهة البوليساريو تسيير المخيمات بدل المضيف دولة الجزائر خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية